اهلا بيكم في مطبخ فراولة. مين يقدر يقاوم طعم الشوكولاتة؟ النهاردة معانا وصفة المافن بالشوكولاتة او الكب كيك بالشوكولاتة اللي هتخلي كل البيت عندك اطفال وكبار يدوبوا من جمالها. مافن هش وناعم لاقصى درجة، جواه قطع شوكولاتة سايحة لذيذة. الوصفة دي بسيطة جدا وسهلة لأي حد حتى مبتدئ، وبخطوات سريعة جدا تقدري تعمليها في أي وقت، والأولادك ياخدوها المدرسة أو تحلية وسط اليوم، وبدون مبالغة ألذ من الجاهز 1000 مرة. يلا بينا نعملها، بس إذا كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل إشعاراتنا وفيديوهاتنا الجديدة. معانا هنا 200 جرام من السكر، والسكر هنا عادي خالص حبيبات او بما يعادل كوباية من السكر. معانا كمان 145 جرام من الدقيق، والدقيق هنا بيعادل كوباية زائد معلقتين كبار من الدقيق. معانا كمان بيضتين بدرجة حرارة الغرفة طبعا زي ما كل مرة بنبه. معانا كمان 3 معالق من الكاكاو الخام الغير محلى بيعادل 21 جرام. انا بقول بالجرامات وبالكوبايات علشان محدش يتوه، اللي شغال بالجرامات وبيحب يشتغل بالجرامات ادق اكتر تمام. معانا كيسين او 2 باكو من الفانيليا. معانا كيس بيكنج باودر، ما باخدهوش كله لكن باخد نصه، يعني نص الكيس بس. معانا كمان 125 جرام من الزبدة، والزبدة بدرجة حرارة الغرفة طبعا، بما يعادل نص كوباية ومعلقة كبيرة. نص كوباية ومعلقة كبيرة، طبعا انا بستخدم في كل المقادير دي بستخدم كوباية واحدة، معيار واحد بعاير بيه. في بولة فاضية وناشفة هنزل بالكاكاو بتاعي، وهنزل بكوباية الا ربع من المية المغلية، ولازم تكون مغلية علشان بتدي طراوة وبتدي نتيجة افضل بكتير في هشاشة الكب كيك بتاعي. يبقى كوباية الا ربع مغلية على 3 كوبايات على 3 معالق من الكاكاو الخام الغير محلى. هنزل بقى بالمضرب، هدوب بسرعة كده وهسيبه على جنب بقى يهدى ويبرد على جنب. هاجي بقى بولة ناشفة ونضيفة، هنزل بالزبدة بتاعتي بدرجة حرارة الغرفة طبعا، وهنزل بعدها بالسكر الحبيبات العادي خالص. هنزل بكل الكمية بتاعتي، وهبدأ بالمضرب بتاعي اليدوي ان انا اخلط الاتنين مع بعض. لو عايزين تستخدموا المضرب الكهرباء براحتكم، بس انا استخدمت اليدوي عادي جدا، وهي كده كده بدرجة حرارة الغرفة فساحت معايا وادت نتيجة كويسة. هنزل بقى بالبيضتين بتوعي بيضة بيضة، احط بيضة لغاية ما تختفي، هقلب لغاية ما تختفي، وبعد كده هنزل بالبضاية التانية. هنا بقلب لغاية ما تختفي تماما، هنزل بقى بالبضاية التانية واقلب نفس الكلام لغاية ما تختفي تماما. الموضوع اسهل وابسط مما تتخيلوا يا جماعة، لذيذ جدا، يعني بيطلع احلى نتيجة، بس التزمي بالخطوات دي وهتاخدي احلى نتيجة. الموضوع مضمون جدا، نتيجته مضمونة جدا. انا هنا بقى بنزل بالفانيليا بتاعتي واقلب تاني، هكمل تقليب، وبعدين هنزل بقى بالمواد الجافة بتاعتي الدقيق والبيكنج باودر. وهنا انا زي ما قلت قبل كده بحب انخل الدقيق لكل الوصفات، بحب جدا ان انا انخله. هنزل بالدقيق وبعد كده البيكنج باودر زي ما قلت نص الكيس، ما اخدتش الكيس كله. هنخله كويس جدا، وبعدين هقلب بالسباتيولا بقى لانه هيبقى تقيل على المضرب شويه، لان العجينه هتبقى تقيله شويه علشان ما فيهاش سوائل كتير غير البيض. تمام كده، الموضوع ما فيش ابسط ولا اسهل منه. اديني انا بقلب، انا مش بعجن لكن بقلب بس لغايه ما الدقيق كله يختفي، يعني الدقيق يتشرب كله السمن او الزبده بتاعتي. اول ما يتشرب الزبده زي ما احنا شايفين كده خلاص كده تمام، كله اتشرب الزبده بتاعته والدقيق اختفى. هنزل بقى بالخليط اللي انا عملته، الميه بالكاكاو، الميه المغليه بالكاكاو طبعا دفي او برد مش مشكله، حتى لو برد انا عايزاه يهدى او يبرد. تمام كده، هقلبه بقى كده. ممكن بقى في الحاله دي استعين بالمضرب لانه خلاص الخليط بقى سهل التقليب عن الاول. بقلب كده لغايه ما يتجانسوا تماما، انا مش هعجن برضو لكن بقلب بس، وبس كده الموضوع خلص، مفيش اسهل من كده. بصوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي، عايزاكم تركزوا في قوامه، هو تقيل مش خفيف. هجيب بقى صينيه الكب كيك بتاعتي واحط فيها الورق بتاع الكب كيك. ورق الكب كيك بحطه في الصينيه، وعلى فكره الخليط ده او المقادير اللي انا قلتها دي هتطلع معايا 12 واحده كب كيك، وال12 مش صغيرين، كبار ومستواهم عالي وتشبع جدا. عايزين تضاعفوا الكميه زي ما تحبوا. انا عملت الخليط اللي هو يكفي 12 واحده كب كيك. جبت بقى البوله بتاعه الايس كريم اللي عندي،
او لو ما عندكيش بولة ممكن لو كبشة صغيرة قوي تكون محكمة كده بس عشان تعرفي تحط بيها غير المعلقة طبعا، حاجة تكون فيها تجويف البولة بتاعة الايس كريم. بنزل بقى بشويش خالص علشان ما اطلعش بره الصينية بتاعة او الورق الكب كيك بتاعي. زي ما احنا شايفين كده هحط بالظبط 3/4 الورق، يعني مستوى 3/4 الورقة زي ما احنا شايفين. هنزل بقى عندي تشوكلت شيبس هحطه، هو بعد كده مش هيبان لانه هينزل لجوه وهيسيح وهيدي طعم فوق الرائع. شايفين شكله عامل ازاي؟ رائع يا جماعة، جميل. انا كده قبلها ب10 دقايق مسخنة الفرن طبعا على درجة حرارة 180 ورف اوسط. هدخلها بقى الفرن رف اوسط اهو على الشبكة على درجة حرارة 180 بالظبط. بتاخد 20 دقيقة بالظبط، بالثانية بتاخد 20 دقيقة. شايفين طلع ازاي شكله جميل؟ ما بيكملش 20 دقيقة، يا دوب 20 دقيقة وبعدين بتطلعيه فورا. جميل يا جماعة، طالع بنتيجة رائعة. تعالوا نشوف بقى عامل ازاي من جوه ونفتح واحدة. بصوا بقى الهشاشان والطريان بتاعها ما حصلش، هو مش مستحمل ان انا امسكه في ايدي. يعني بصوا الشوكولاتة دايبة وسايحة جوه مدياله طعم رهيب. الشوكولات شيبس نزلت وساحت ودابت بتدوب في البق اصلا. شايفين جمالها؟ بصوا هفتح واحدة تاني، بصوا جمالها. وبكده يكون الكب كيك الشوكولاتة او المافن جاهز معانا. هش خفيف طعمه غني بالشوكولاتة، بينفع جدا للأطفال وأي مناسبات أو احتفالات عندك، أو بتقدميه جنب عزومات. يعتبر حالة شيك جدا وسريع التقديم جنب فنجان قهوة أو شاي. أشجعكم جدا تجربوها، تتبسطوا جدا من النتيجة. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لنا في كومنتات آرائكم، دي حاجة بتسعدنا وبتبسطنا. ما تنسوش بقى تعملوا اللايك والشير لكل حبايبكم. انتظروني في وصفات أحلى وأحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.